اول حاجه مشاركه يعني جات في هذا الشهر هذا الكريم، وفي هذه الليالي اللي مباركه، العشر الاواخر. وكانت نديه، وكما كنشوفوا كاين اصوات زعما اللي ما شاء الله وصافي. ان شاء الله بغيت ان شاء الله في المستقبل شنو باغي نكون ربان طائره تدخل حفظ القران ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. إذا اليوم نادي بيضاوة للرياضات أبى إلا أن يحتفل ككافة سائر الأسرة الإسلامية أو الأمة الإسلامية بمناسبة العشر الأواخر من ليالي رمضان بمسابقة تجويد للقرآن لفائدة الأطفال من أبناء مدينة الدار البيضاء. هنالك أطفال منخرطين في النادي، وكذلك مسابقة كانت مفتوحة للعموم، هي مسابقة لأجل ترسيخ هذه العادة الطيبة لتلاوة القرآن بقواعده وتجويده، ومصداقا للآية التي تقول ورتل القرآن ترتيلا. وهذه البادرة هذه كتجي في ظل الأنشطة الموازية التي يقوم بها نادي بيضاوة الرياضات. إننا لسنا فقط نادي متخصص في المجال الرياضي، ولكننا أيضا نقوم بدورنا الاجتماعي الفعال التربوي لفائدة الأطفال، وكذلك نقوم بتنمية هذا الحس والقيم الدينية والقيم الإسلامية لدى أطفالنا. وهذه البادرة هذه جاءت بالتنسيق مع مجلس مقاطعة سيدي بليوت، وكذلك بالتنسيق مع عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا. كذلك تلقينا دعما من المندوبية ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية للدار البيضاء أنفا، وهادو كلهم ناس اللي اشتغلوا معنا وبذلوا معنا المجهود في الكواليس وفي التنظيم ديال التظاهره هذه، واللي عرفت واحد النجاح كبير، واحد الاقبال كبير. اليوم كانت المشاركه ديال ازيد من 50 طفل في هذه المسابقه، وعرفت التتويج ديال 4 ديال الفئات، فئتين للصغار اقل من 12 سنه وفئتين للشباب اقل من 18 سنه ذكورا واناثا. والحمد لله اليوم حتى المستوى ديال الوليدات في تلاوه القران وفي تجويده وفي الحفاظ على قواعده كانت اشاد بها الاخوان في اللجنه ديال التحكيم، وبالمناسبه كانت مشكله من 4 عناصر كلهم ناس لديهم باع طويل في تجويد القران وفي مجال التعليم تلاوه القران وحفظ القران الكريم. وكنشكركم جزيل الشكر الاعلام الوطني على هذه المواكبه. تحية عالية لكم، وهذا الشيء بفضلكم، ونستمر جميعا من أجل الرقي بشبابنا ومن أجل تربية النشء تربية فاضلة. الرحمن الرحيم. كنشكروا نادي بيضاوة على هذه الحفاوات الاستقبال وهذه الحفلات باش كيديروا على قبل وليداتنا من الرياضة، من تجويد القرآن الكريم، من بزاف المسائل اللي كيديروا في التنظيمات ديال اللي كنظموا لينا في هذا، بحضور المسؤولين وبحضور الاساتذه والمدربين وبحضور الاباء واولياء التلاميذ من هذا المنبر. كنشكر جميع الاباء والاولياء اللي كيشجعوا ولاداتهم على الرياضات وعلى القرآن الكريم وعلى المسائل اللي كتفيد وليداتنا من الصغر ديالهم وكيتبعوهم حتى يوليو احسن واحسن. كنشكركم على هذه التغطيه، وكنشكر جميع الناس المساهمين في هذا الحفل، وكنشكر جميع الاباء والاولياء التلاميذ اللي كيرافقوا وليداتهم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب، وزانه بالاحرف السبعه وكمال الشرعه وفصل الخطاب، صانه من طروء المحو وشين اللحن وعن كل ما يستراب، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب، مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق. أما بعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله من الناس أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أحمد بديع عضو لجنة التحكيم، ابن نادي بيضاوة للرياضات، ترعرعت بالنادي وحصلت على الحزام الأسود رفقة أصدقائي، واليوم جيت باش نكون كعضو في لجنة التحكيم في هذه المسابقة اللي نظمتها جمعية نادي بيضاوة للرياضات، التي تعنى بالقرآن وبأهله وتحث
الناشئة على الأخلاق الطيبة المباركة، حيث أننا نشوف مثل هذه المبادرات الجميلة القيمة. يجب على الجمعيات الأخرى والنوادي أن تكثر من مثل هذه المبادرات القرآنية للعناية بالناشئة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كنشكروا نادي بيضاوة على هذه المبادرة الطيبة في هذه العشر الأواخر ديال رمضان المبارك. كنتمناو يتقبل الله عز وجل من الجميع القيام والصيام، جعلنا كاملين عتقاء من النار إن شاء الله تعالى. مبادرة طيبة وتتشجع الوليدات على. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تنشكروا نادي بيضاوة على هذه المبادرة الطيبة اللي تجي في العشر الأواخر ديال رمضان المبارك، وتنشكروا الطاقم ابتداء من الأستاذ يوسف السرحاني والسي سعد سكريبا وجميع الأساتذة الكرام في سعد الله والجميع باش ما ننسى حتى شي واحد. شكرا جزيلا، والحمد لله راه عطات الأكل ديالها والوليدات فرحانين وشجعاتهم. اللي ما حفظش القران غادي يزيد يتشجع، واللي تيقرا مزيان غيعاود يزيد يحسن المستوى ديالو، والوليدات الصغار يشجعوا بعضياتهم. والحمد لله كنشكروا الجميع على المبادره الطيبه. أنا فرحانة بزاف حيت حصلت على المرتبة الثالثة، وما تقلقش لأن المرة الجاية نقدر نجي نحصل على المرتبة الأولى ولا المرتبة الثانية. وكررت الشكر ديالي للأستاذة ديالنا كريمة، كررت لها الشكر ديالي لأن ساعدتني هي الصديقة ديالي إحسان، لأن وقفت معايا وعاونتني على. شكون عاوتاني الاستاذ ديالك في الكتاب؟ والأستاذ ديالي في مسجد المدينة ياك؟ أول حاجة كنتوجه بالشكر بجزيل الشكر لنادي بيضاوة على هذه البادرة، وبادرة حسنة. والحمد لله اللي لاحظت أنا تبارك الله كانوا بزاف ديال الوليدات تبارك الله كانوا مشاركات جيدة. وش نقول لك، النداء اللي غنوجه هو ان الاباء كلهم يحاولوا ما امكن انه يمشيوا في هذا المسار ويديوا وليداتهم الكتاب ويحيوا الكتاب، لان فعلا انا تبارك الله الوليدات راه من ابتداء من العمر ديال 5 سنين هذا التوأم، واختهم الصغيره حتى هي الفوا دارت 5 سنين حتى هي ديتها الكتاب. واللهم لك الحمد، وكنشوف النتيجه الحمد لله. اليوم اول مسابقه لهم وجاوا في المراتب الاولى، هذا فخر الحمد لله. ان شاء الله اللهم امين يا رب. شكر ونال جوائز اخرى مسابقات ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب.